برنامجه الحكومي بعد غد الأربعاء بعدما فشل في تقديمه يوم الجمعة الماضي بسبب خلافات داخل الأغلبية حول بعض تفاصيل البرنامج، خاصة تلك المتعلقة بكيفية مواصلة إصلاح صندوق المقاس. من الرباط معي الآن مشاهدينا الكرام السيد أشرف طريبق، رئيس مركز هسبرس للدراسات والإعلام. سيد أشرف طريبق، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. وأخيرا سعد الدين العثماني يقرر تقديم برنامجه الحكومي. نعم، يعني بعد غد السيد رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني سيقدم برنامجه الحكومي الذي تأخر بعض الوقت نظرا لعدد من الإشكاليات التي كان ينبغي تضمينها في هذا البرنامج. ولا ننسى أيضا أن البرنامج الحكومي كما يقول فصل 88 هو البرنامج الذي يسعى رئيس الحكومة إلى تطبيقه، يعرضه أمام البرلمان في جلسة عمومية للبرلمان بغرفته، ولا تكون الحكومة منصبة إلا بعد موافقة الأغلبية المطلقة، بمعنى أن هذا البرنامج ينبغي أخذه بشيء من الحيطة والحذر وتضمين عدد النقاط الأساسية التي وردت في البرامج الانتخابية لدى الأحزاب من أجل أن يأخذ الموافقة الكافية، وإلا سيكون عرضة للمعارضة، وهذا شكل يعني سيؤثر على مسار تنصيب هذه الحكومة. وددت أن أسألك أيضا في هذه الأثناء، سيد عبد الله بن كيران يهاجم أول قرار لحكومة العثماني كما أورد ذلك موقع اليوم 24. نعم، السيد عبد الله بن كيران يعني استنكر ما قام به وزير التربية الوطنية السيد حصاد الذي كان وزير الداخلية سابقا، لأنه أول قرار اتخذه كان هو العمل على مراجعة مقررات التربية الإسلامية علاقة بشكاية كان قد وضعها في وقت سابق يعني جمعية الأساتذة ديال اللغة يعني الفلسفة. ونحن نعرف حساسية مراجعة مقررات التربية الإسلامية بالنسبة للإسلاميين عموما، وكذلك حزب العدالة والتنمية. وهذا الأمر، هذا القرار الذي يحمل نوعا من الاستراتيجية في الفعل هو قرار سابق لأوانه. نحن نتكلم عن حكومة لم تنصب بعد، كيف يقدم مثل هذا الوزير على اتخاذ هذا القرار بشأن المراجعة والحكومة لم تنصب بعد أمام البرلمان؟ فالسيد الأمين العام والذي يعرف الجميع أنه يعني متأثر بعض الشيء بفعل ما يقع الآن من تشكيل لهذه الحكومة، بفعل تراجع عدد المناصب التي أخذها حزب العدالة والتنمية مقارنة بالحكومة السابقة رغم ارتفاع نتائجه، هو يعبر عن غضبه عن سقطه في بعض الأحيان بانتقاد بعض هذه القرارات لبعض الوزراء في حكومة العثماني. وأنا أشكرك جزيل الشكر على تلبية دعوتنا هذا المساء في هذه الساعة الإخبارية المغاربية من الرباط. السيد أشرف طريبق، رئيس مركز هسبرس للدراسات والإعلام. لحظات فقط ونعود مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه.